بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدأت المعمعة وبدأت البطولة بجد. النهاردة الأهلي بيلاعب انتر ميامي. الأهلي النهاردة أضاع فوزا سهلا الشوط الأول باستغراب شديد اللهجة زي ما بيقولوا. فرصة إمام عاشور انفراد، معرفش ايه اللي حصل. فرصة تانية اشرف داري، ضربة جزاء من تريزيجيه، وفي واحدة كانت لأسامة أبو علي بس اتحسبت اوفسايد، وفي واحدة تانية اتحسبت اوفسايد برضه لأسامة أبو علي اللي جابها جون. فالشوط الأولاني كله سيطرة كاملة من النادي الأهلي. وهنا بقى يعني أنا عايز أتكلم في حاجة والأيام هتثبتها، لأن ما يحسهاش إلا لعيب الكورة. في نفسيات في فرقة النادي الأهلي، عشان كده النهاردة ربنا ما كرموش، بدليل ضربة الجزاء اللي دخل تريزيجيه وشاطها وضيعها. يعني في مفروض ان انت الماتش اللي فات اللي هو الودي بتاع بتشوكا، انت اول واحد شاط ضربة جزاء زيزو، يعني مفروض ان هي اول واحد. بس هنا النفسية بتاعت تريزيجيه، وانا عارف ان هو مش نفسية، بس هو ايه يعني برضه عايز يقول ان انا صفقة جديدة وان انا اول جون بجيبه في كاس العالم للأندية مع النادي الاهلي. ولكن في نفسيات مش كويسة. وبرضه ترجع الشوط الثاني في كرة لحسين الشحات اللي هي اخر فرصة في المباراة، خدها وفي 3 حواليه، حط لاي حد يجيب جون. لا، حسين برضه عايز يجيب هو الجون لغايه ما اتاخدت منه، وبعد كده ستر ربنا ان الحكم صفر. فانا هنا بقول لك دي ملحوظة بسيطة، ودي عشان كثرة النجوم ومحدش يفهم الموضوع غلط، لان كل واحد عايز يقول ان انا اهو. زيزو عايز يقول انا اهو، وسام ابو علي عايز يقول ان انا اهو، تريزيجيه عايز يقول ان انا اهو، امام عاشور عايز يقول ان انا اهو، واخد بالك. حسين الشحات عايز يقول ان انا اهو، ان انا الاصل وان انا القديم وان انا اللي لازم. نفس الكلام ينطبق بقى على ايه، طاهر محمد طاهر وجريديشار والرجاله دي. فانا هتكلم ان الشوط الاولاني تسيد واضح من النادي الاهلي، سيطره كامله، اضاعه فرص، هو الاحسن هو الافضل، مضيع زي ما انا قلت كده. كوره لامام عاشور انفراد، بعد كده اشرف داري، بعد كده ضربه الجزاء بتاعه تريزيجيه. دولت الفرص المحققه اللي هي ضاعت. في نهايه الشوط الاولاني في فرصه ل انتر ميامي اللي هو اسامه ابو علي طلعها قبل الراجل ما يحطها في المرمى الخالي، ولكن ببراعه تحسب لاسامه ابو علي، انقذ هدف محقق. دي بالنسبه لانتر ميامي طول ال 45 دقيقه الشوط الاولاني. تعالى الشوط الثاني بقى، نجم المباراه محمد الشناوي. يعني الشوط الاولاني نجم المباراه حارس مرمى انتر ميامي. الشوط الثاني محمد الشناوي هو نجم الشوط الثاني كله ببراعه. وهنقول اول انفراد لياسر ابراهيم اللي هو كان شايل النادي الاهلي وجاب له الدوري وجاب له ما اعرفش ايه، والبطوله بتاعت الدوري هو كان له الغلبه فيها. النهارده بيباصوا كوره للراجل في السكس يارده اللي شاطها، ومحمد الشناوي جت في ايده وانقذ هدف محقق، ولو دخلت لا يسأل عليها. تاني واحده كوره اللي ميسي شالها والراجل حطها بدماغه، ضربت في الارض والشناوي في اخر لحظه وطلعها من فوق العارضه، انقذ هدف محقق. تالت فرصه بتاعت ميسي اللي هو كرة من ضربه ركنيه اتعملت، ميسي حطها في البعيده، برضه الشناوي ما كسلش وعينه عليها لاخر لحظه لغايه ما حط ايده فيها وجت في ايده وضربت في العارضه وطلعت ضربه ركنيه. واخر واحده اللي اتعملت كورنر من سواريز، حطها المدافع جت في دماغ الشناوي ومن عند ربنا. دي طلعت يعني ده حاجه الهيه، يعني تضرب في دماغ الشناوي تطلع كورنر وينقذ هدف محقق يعني. فده الشوط الثاني وده الشوط الاولاني، ولكن الواضح ان يبقى في نفسيات كتيره، لان في نجوم كتيره في الفرقه وكل واحد مش هيبقى عاجبه ان هو قاعد او بيلعب احتياطي او هو الملفت للنظر بقى ان الراجل عدت عليه، وانا ما اعرفش ازاي عدت على عماد النحاس والناس اللي قاعده دي ومحدش يقول لي اصل بقاله فتره ما بيلعبش. طب انت حطيته اول تغيير ليه؟
ما انت عندك طاهر محمد طاهر مفنش الدوري زي الفل، وحسين الشحات بينزل تغييره في الدوري، وكان بينزل يغير الدنيا. فانت لو عايز تغير، انما انت برضو عشان ايه؟ المكايده وكيد النسا والحاجات دي، فانت لعبته اول تغيير ماشي، اتسبب في ضربه جزاء ماشي، ما يطلعش بقى من الملعب. ده الراجل لعب في الدقيقه 13 مكان امام عاشور بعد الاصابه. حتى لو هو ما كانش مش حكايه لا قادر ولا بتاع، بس انت سيبه، يكمل. حتى لو هو بعيد بدني، الماتش ده لما يلعبه كله هيجيبه بدني، هيدخله فورمه بسرعه، هيدخله في الفرقه بسرعه، هيدخله في الحته اللي هي بتاعت الانسجام بسرعه. ولكن انت تنزله في الدقيقه 13 وتطلعه في الدقيقه مش عارف 70 ولا 75، والناس اللي قاعده بره دي تعدي عليها كده مرور الكرام. فلو هي مقصوده يبقى اشرب يا عم زيزو، يبقى اهو، عشان تعرف ان انت رايح لنادي ما عندوش حاجه اسمها لا نجم ولا مش نجم ولا الكلام ده. ان انت بتنزل في بعد ربع ساعه من الشوط الاولاني، وبتغير قبل تلت ساعه ولا 15 دقيقه برضو من الشوط الثاني. فبرضو كان على المدير الفني كان او حد من المدربين المساعدين كانوا اتكلموا معاه وقالوا له لا ده نازل، وفهموه ان هو يعني لا كده ما ينفعش، لان ده نجم كبير وجايبينه عشان نكيد جماهير الزمالك ونعمل بيه لقطه والكلام ده. فاعتقد بعد اللقطه دي مش هيبقى فيه مكايده من زيزو، يعني اي ماتش بعد كده هيبقى عادي بالنسبه لزيزو. مش هيبقى جماهير الزمالك مش هتبقى متضايقه لو لقيت زيزو بيلعب او ما بيلعبش، لان خلاص كده الحته بتاعت الحرقان اللي كان هيعمله زيزو لجماهير الزمالك اتطفت النهارده، او النهارده كده اتقتلت، يعني خلاص كده بقى يلعب ما يلعبش يبقى الموضوع مش هيفرق. زي بن شرقي بالظبط. هل بن شرقي اللي اتعمل عليه ضجه عالميه يقعد احتياطي وما يلعبش النهارده؟ هل ان حسين الشحات احسن ولا حسين عمل مشكله على الدكه عشان كده لعب هو او طاهر محمد طاهر؟ اعتقد ان بن شرقي لو لعب يبقى احسن من كل اللي لعب، بزيزو كمان، بتريزيجيه اللي النهارده كل الناس بتقول عليه، لان الماتشات التقيله دي يبان فيها قوي بن شرقي بيقف على الكوره ازاي وبيتحكم في الكوره ازاي والكلام ده. ولكن خلي بالك برضو يعني عشان تريزيجيه ضيع ضربه الجزاء، بس هو كان افضل لعيب في النادي الاهلي صراحه. يعني الشوط الاولاني كان هو الوحيد اللي عامل حركه ويجري وعايز يعمل حاجه، انما من ساعه لما ضيع ضربه الجزاء تحس كده ان هو معنوياته وقعت، وان هو حس ان هو الاهلي مش هيكسب بسبب ضربه الجزاء دي. وانا قلت لك في الاول وفي الاخر محدش هيقدر يقول لك الكلام ده غير رضا عبد العال. في نفسيات كتيره في النادي الاهلي، وده مش في صالح التيم ككل. ده عايزين بقى واحد زي مش عارف مين عشان يسيطر، واحد يكون قوي قوي عشان يقدر يسيطر على كل اللعيبه دي. لان كده لو الزمام فلت، وانا شايف كده ان الراجل كده على باب الله حتى في تغييراته كمان، يعني لسه مش هنديله فرصه وكل حاجه، بس شكله كده سمك لبن تمرين دي حتى في التغييرات. نزل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وعشان كده لما جه غير اتزنق. لا، اللي المفروض كان ينزل طاهر محمد طاهر، ثم كان يا اما قفشه يا اما اشرف بن شرقي هو اللي بيعرف يلعب في الحته دي بعد طلوع محمد بن رمضان. دي حاجه فنيه كده هتعدي على كل الناس اللي هي هتحلل في الكوره، يا قفشه يا اما كان اشرف بن شرقي. انما انت لعبت طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وفي الملعب كان زيزو، وقمت جاي مطلع تريزيجيه. ماشي، تريزيجيه يطلع لان من بعد ضربه الجزاء تحس ان هو همد، تحس ان هو معنوياته بقت في الارض. انما كان التغيير اللي يحصل بدل يا طاهر يا حسين الشحات كان هو قفشه، كان ينزل بدري. لما جه يغير بقى اتزنق، قام جاي يطلع طبعا بعد اصابه اسامه ابو علي، نزل جراديشار. وانا جراديشار ده اقسم بالله ما يقعد، والله العظيم احسن صفقه جت في نادي الاهلي. يعني طبعا هو جاي في يناير، احسن صفقه دخلت النادي الاهلي السنه دي. لا تقول لي لا زيزو بقى ولا تريزيجيه ولا. ومن برضو من الحاجات اللي هي برضو تلفت النظر، ديانج ده لا يقعد لحمدي فتحي ولا يقعد لمروان عطيه، والله لا يقعد هو يلعب بالاثنين، يلعب ده
ويلعب جنبه امام عاشور وقفشه، شوف فرقه الاهلي هتبقى عامله ازاي. بين رمضان وقفشه، شوف فرقه الاهلي هتبقى عامله ازاي. انما انت بتلعب اتنين شبه بعض، حمدي فتحي ومروان عطيه، وبعد كده بتحط بين رمضان. ف يعني برضه ما حدش يقول لك الكلام ده غير العبد لله. فانا بقول النهارده الاهلي ضيع فوز سهل الشوط الاولاني من ايده، ولكن الشوط الثاني تألق الشناوي هو سبب ان الاهلي يطلع متعادل 0-0. بس بنشكر النادي الاهلي ان هو النهارده ورانا 90 دقيقه للاحسن لعيب جه في تاريخ الكره العالميه، ميسي. يعني الراجل مبطل، بس كل كره بتجيله لا، حاجه مختلفه. ميسي ده الافيونه، ميسي ده الكيف، ميسي ده لن يتكرر. شوف النهارده يعني مع انه جاي مرهق ولاعب مع منتخب بلاده من 3 ايام وكل الكلام ده، ولكن بيمسك الكوره حاجه تفرح، فاولات حاجه تفرح، البساط حاجه تفرح، الكوره اللي طلعها الشناوي في الاخر دي حاجه تفرح. ربنا يديك الصحه والعافيه يا ميسي. ان شاء الله بالتوفيق الماتش اللي جاي للنادي الاهلي، مع اني انا طبعا ما شفناش الفرقه بتاعه بورتو ولا بالميراس، فهنشوفهم النهارده ان شاء الله بالليل او بكره الصبح ان شاء الله في الفجر كده، هنتفرج عليهم ونشوف هل ان الاهلي وانتر ميامي هيبقوا بره، ولا ان في فرقه منهم هيبقى لها فرصه ان هي تكمل وتعدي الدور الثاني. ده يتوقف على ماتش بورتو وبالميراس. هشوفكم النهارده بعد المباراه ان شاء الله باذن الله، ونبقى نحكم اذا كنا نعمل فيديو ولا نخليها بقى الماتش الاهلي اللي جاي. السلام عليكم.